طلاب المسألة بشكل بسيط بخصوص رمضان، وقلت لكم أنا سابقا حكيت لكم بالملف اللي نزلته إنه الصايم يكون تركيزه عالي جدا. ليش؟ لأن أنت لما تكون يعني بالأيام العادية اللي احنا نكون مفطرين يعني قبل رمضان، شخص ياكل ويشرب وسكريات وكذا وإلى آخره، فطاقة من الدماغ تنشغل بهاي العمليات، تصير عملية هضم، عملية استقلاب، وباقي عمليات تصير داخل الجسم أنت ما تحس بها، دماغك ينشغل بها. أنت لكن أنت لما تكون صايم ماكو لا اكو اكل، لا اكو شرب، لا اكو هضم، لا اكو ماكو عمليات تصير، فالدماغ يكون كلش طاقته فول وصافي. من تجي تقرا تحس انه اوكي الامور كلش تمام، تحس اكو فرق بينك انه انت هسه صايم وبين قبل رمضان. اكو فرق، تركيز كلش عالي يعني سبحان الله. حتى واحد عنده طاقة انه يقرا، بركة بالوقت، بركة بكل شيء. حتى دائما انا اقول رمضان هي فرصة. يعني من دخلت سادس، يعني من صار السادس صار صادف رمضان بامتحاناتنا. فشفت فائدة رمضان بالكلية. نفس الحالة كان دائما رمضان لو بالامتحانات لو قبل الامتحانات، فكنا نستغل، كنا الفرق كلش واسع يصير بطريقة باسلوب درسنا برمضان وقبل رمضان. برمضان كلش احسن. يعني بركة بالوقت، تركيز، ماكو شيء يشغلك، ما تاكل ما تشرب. هاي كلها امور تاخذ من وقتك، تاخذ يعني تستهلك طاقة دماغك والى اخره. فصراحة رمضان فرصة كلش كبيرة. والله يوفقكم يا رب. الشخص لازم يشد حيله ويشتغل هذا رمضان على أتم وجه، يقدر يقرأ بيه، ويقدر أصلا يستغله بالدعاء، يستغله بالعبادة، يغير نفسيته يعني. فرصة والله. بالتوفيق.